في ذمة الله. يقول عبد الله: في ضحى أحد الأيام ودرجات الحرارة عالية، انطلقت أنا وزميل عمل لي إلى منطقة بعيدة في مهمة عمل، وكان صاحبي يتولى القيادة، وكنت بجانبه بين نائم ويقظان. كنت أنبهه بالسرعة المحددة كلما تجاوز ذلك. كنا نستمع إلى شريط لأحد المشايخ وكان يتكلم فيه عن الجنة ونعيمها، وقبل وصولنا إلى تلك المنطقة حدث ما لم يكن على البال ولا على الحسبان. انفجر الإطار الخلفي لسيارتنا من شدة الحرارة، وسبب انفجاره صوتا عاليا مما أربك صاحبي وأفقده السيطرة تماما على السيارة التي أخذت تسير بنا كسفينة بلا ربان تتقاذفها الأمواج. وازداد الموقف شدة وسوءا حين اتجهت سيارتنا إلى الطريق المعاكس، وأخذت تتجه نحو شاحنة أقبلت علينا. لم يبقى على الموت إلا لحظات. حينها مرت بخاطري أمور وذكريات. تذكرت أمي التي ودعتها في الصباح على أن أرجع إليها في المساء. قلت في نفسي: كيف سيكون حالها وهي تتلقى الخبر؟ مر بي شريط حياتي الماضية في لحظات. أخذت أردد: بسم الله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. أخذت أردد: لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. أغمضت عيني بانتظار الاصطدام، ثم فتحت عيني فإذا بسيارتنا قد مرت من أمام الشاحنة التي لم يكن بيننا وبينها إلا خطوات. سقطت سيارتنا في حفرة على جانب الطريق، وساد السيارة صمت قطعه أصوات الذين اجتمعوا حول سيارتنا. نزلت من السيارة وأنا أردد: الحمد لله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي وسعت رحمته كل شيء. والله ما كان بيننا وبين الموت إلا لحظات. أما صاحبي فلم يستطع النزول من السيارة، وانكب على وجهه باكيا من شدة الموقف، وأنا أهدئ من روعه. وبينما نحن على هذه الحال أقبل علينا شيخان كبيران تزينهما لحا بيضاء وثياب قصيرة. أخذوا يقبلوننا ويهنئوننا ويحمدون الله لنا بالسلامة. ثم قال أحدهم لنا كلمات سأظل أذكرها ما حييت أبدا. قال: كنا خلفكم ورأينا ما حدث لكم، رأينا كيف مالت بكم السيارة يمينا ويسارا، ثم مروركم أمام الشاحنة ونجاتكم من الموت بأعجوبة. لا أقول إلا أنكم كنتم في حفظ الله ورعايته، لا أقول إلا أنكم كنتم في حفظ الله ورعايته، ولا بد أنكم صليتم الفجر في جماعة فأنتم في ذمة الله، ولا بد أنكم صليتم الفجر في جماعة فأنتم في ذمة الله. يقول عبد الله: قلت في نفسي: الحمد لله. قلت في نفسي: الحمد لله. فأنا منذ سنوات طوال وأنا أحافظ على جميع الصلوات في المسجد وصلاة الفجر خاصة. كم أشعر بالأمن والأمان والراحة والإطمئنان، كيف لا وهي حفظ من الله وضمان. سألت صاحبي: أين صليت الفجر اليوم؟ لم يستطع الإجابة.
توجه خلف السيارة، توضأ ثم صلى. سبحان الله، سبحان الله، لم يبق على صلاة الظهر إلا قليل، وصاحبي لم يصلي الصبح إلى الآن. أي حياة هذا؟ وكيف سيكون حاله لو مات على هذه الحال؟ وفي ذمة من سيكون؟ إن صلاة الفجر تشتكي فجرا ومقاطعة لشباب المسلمين وشيبهم ونسائهم وأطفالهم.